تخيل لو عندنا حفلة اسبوع وقدرا حد اجنبي حضر معانا الحفلة دي. طبعا الاجانب لو شافوا منظر زي ده هيغمى عليهم من اللي بيحصل، مش هيصدقوا ان ممكن يكون طفل مولود بقاله كام يوم يتحط في الغربال وهاتك يا هاشتكى. العيل مش هيحصل له حاجه، احنا متعودين على كده. ولا لما يشوف الهون وهو بيدق جنب ودان الطفل واسمع كلام ستك وما تسمعش كلام ابوك، الكلام ده كله الراجل هيجيله ذهول. الطفل اللي ودانه لسه رقيقه ولسه صغيره، لو سمحت على جنب انت معلش، احنا بننبه العيل بس ومش بيحصل له حاجه. ولا لما الاقي كميه الدخان، احنا بنقدوا الشمع مفيش حاجه، وايه البخور ده لزوم القعده يعني. فيعني دي طقوسنا. هو ممكن يغمى عليه، لا مش الطفل زي الفل الحمد لله. الاجنبي هو اللي يغمى عليه من اللي احنا بنعمله، بس احنا من ناحيه تانيه شايفين ان ده حاجه عاديه جدا وياما عملناها واحنا بنعمل كده عادي مع اولادنا. هي دي طقوسنا وهي دي عاداتنا وتقاليدنا، وده جزء من التراث الثقافي اللي احنا متوارثينه ابا عن جد. لو عايز تعرف بقيه التراث الثقافي اللي عندنا في مصر بس من غير اندهاش، كمل معانا الحلقه، هو ده محور كلامنا النهارده. بداية التراث الثقافي هو كل ما تركه لينا الأجداد، أماكن تاريخية وأثرية، عادات وتقاليد، فنون شعبية وحرف تراثية، كل ده كده تراث ثقافي. ولأن مصر بلدنا مساحتها كبيرة، فكل منطقة ليها تراث ثقافي الخاص بيها. فهنلاقي واحد سيوة ليها تراث ثقافي الخاص بيها غير النوبة، غير الصعيد، غير مدن القناة، وكمان غير أهل سينا. أماكن مختلفة وتنوع غريب جدا للتراث الثقافي، وكل منطقة ليها طقوس خاصة بيها وليها نظام خاص بيه اللي بتعتز جدا بيه. وعادة بيبقى ليه يوم محدد في السنة، بيبقى ليه وقت الاحتفال بهذا التراث الثقافي. ده محور كلامنا النهاردة بإذن الله. فنبدأ أول منطقة معانا وهي واحد سيوة. وحضرتك لو قدرا كده رحت واحد سيوة وفي منتصف شهر اكتوبر، هتلاقي احتفالات وهتلاقي مهرجانات رائعة، وهتلاقي ليهم طقوس خاصة بيهم في الوقت ده بالذات، لان في التوقيت ده في نص شهر اكتوبر ده موعد حصاد التمور والزيتون. التمور والزيتون هم اهم مصدر اقتصادي لاهل سيوة، ففي الوقت ده بيقام احتفالات بجمع المحصول وفرحانين جدا بهذا المصدر الخير ليهم. بيبدأوا عمل مهرجانات واحتفالات خاصة بيهم. هيحتفلوا بالمناسبة دي ازاي؟ هيبدأوا بارتداء الملابس الشعبية الخاصة بيهم، اللبس التراثي اللي خاص بواحد سيوة، وهيبدأوا ترديد الأغاني الخاصة بيهم واللي متوارثينها برضه أبا عن جد. بيعملوا طعام كتير لكل سكان الواحة. الاحتفال والعيد ده جذب الناس جدا وسمع بره قوي، لدرجه ان بقت تيجي السياحه تتفرج على الاحتفال الجميل اللي بيعمله اهل واحد سيوه. فتغير اسم الاحتفال واتسمى بعيد السياحه، لانه بيجذب السياح من مختلف دول العالم عشان يتفرجوا على المظاهر الجميله الاحتفال بتاعت اهل واحد سيوه. اللبس الجميل والطعام المعمول بكرم، وكمان الاغاني الوطنيه اللي بيرددوها في عيد حصاد التمور والزيتون في سيوه اتغير اسمه وبقى اسمه عيد السياحه. ما ننساش طبعا ان واحد سيوه ليهم اغانيهم باللغه الخاصه بيهم، انه بيتكلموا بلغه شبيهه او مشتقه من اللغه الامازيغيه اللي منتشره في دول المغرب العربي. فدي اول منطقه معانا وهي منطقه واحد سيوه. اما لو اتنقلنا مع بعض لجنوب مصر، منطقه النوبه. النوبة أنا سمعت الكلمة دي فين؟ بكار ورشيدة وصاحبهم حسونة. أيوة دول كانوا النوبة، المنطقة الجميلة واللي لبسها مميز قوي وليهم لهجات خاصة بيهم. أهل النوبة منطقة عريقة جدا ومنطقة عزيزة علينا كمصريين. أهل النوبة اللي تاريخهم يعتبر امتداد للحضارة المصرية القديمة. يوم 7 يوليو كل سنة اليوم العالمي للنوبة، ده يوم مهم جدا لأهل النوبة. أكيد هيلبسوا الملابس الخاصة بيهم، ملابس التراثية وملابس شعبية خاصة بيهم. أكيد هيرددوا الأغاني الخاصة بيهم زي ما شفنا في واحد سيوة برضه مظبوط. ودول بيحبوا جدا الغنى وليهم رقصات خاصة بيهم وأغاني وجو مبهج جدا بيجذب برضه السياحة. أهل النوبة ليهم لغة خاصة بيهم. أهل النوبة لغتهم تمتد أو مشتقة من اللغة المصرية القديمة، وكان ليها دور كبير وعظيم جدا في حرب أكتوبر، لأن تم استخدام لغة أهل النوبة كشفرة للتواصل بين القيادات والفرق العسكرية في سيناء في الوقت ده وقت الحرب. فبالتالي فكان لها دور كبير في تحقيق النصر أثناء حرب أكتوبر. فكل التحية والإجلال لأهل النوبة العظام. وطبعا هما اللغة بتاعتهم بيعتزوا بيها جدا وبتنقلوها وبتوارثوها عبر الأجيال. لما نتكلم على مكانة النوبة في التراث العالمي،
منظمة اليونسكو، ودي منظمة عالمية تابعة للأمم المتحدة بتهتم بالتربية وبالعلوم والثقافة. منظمة اليونسكو أنشأت متحف النوبة سنة 97، طبعا لأنها لقت إن التراث النوبي ده تراث عظيم جدا. فعن طريق متحف النوبة هيتم عرض التاريخ والحضارة النوبية العريقة. فده توثيق من الأمم المتحدة ومن منظمة اليونسكو لهذا التراث العظيم جدا، تراث أهل النوبة، بإنشاء متحف النوبة سنة 97. أما لو اتنقلنا على منطقة القناة، مدن القناة وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس، أهل القناة ليهم تراث ثقافي خاص بيهم، ليهم أغاني جميلة بيغنوها على آلة مشهورة جدا عندهم وهي آلة السمسمية، وبيقوموا برضو برقصات أثناء تأدية هذه الموسيقى، بيقوموا برقصات جميلة هي رقصة البمبوطية على هذه النغمات الجميلة. فرقصاتهم الفلكلورية الشعبية اللي بيأدوها اللي هي رقصة البمبوطية مع النغمات السمسمية جو مبهج جدا، تشتهر بيه مدن القناة الثلاثة، بورسعيد والإسماعيلية والسويس. احنا البمبوطية ولنا مثال، احنا البمبوطية ولنا مثال، دكتور بحرية نعمل في القناة، احنا البمبوطية، احنا البمبوطية. يا مركبة الهندية موسجاي، يا ليت ريس الغرباني يسعى بك البر والبحر وتسقينا الرصة في لساني. شكا شكا لو الشنكة لو شكا شكا لو الشنكة لو لو تالت منطقة معانا. أما لو اتنقلنا إلى صعيد مصر، الصعيد طبعا تيجي في دماغنا على طول المسلسلات اللي بتتناول حياة الصعيد وأهل الصعيد. هنلاقي أشهر الأعمال الدرامية اللي اتعملت في مصر اللي تناولت هذا الجزء العظيم جدا من بلدنا. هنلاقي ذئاب الجبل، ونفتكر مسلسل الكبير قوي، وأماكن احنا بنستمتع صراحة بالفرجة عليها. أول ما نفتكر الصعايدة نفتكر التحطيب، ودي رياضة أو فن التحطيب عند الصعيد، ده شيء موروث من أيام الفراعنة. والله زي ما بقول لكم كده، لدرجة إنهم لقوا على حائط معبد الكرنك في الأقصر لقوا لوحة وبتتكلم على إن الإله حورس، إله حورس زي أحد الآلهة يعني المصرية القديمة، بيعلم الملك أمنحتب الثالث إزاي يتم لعب هذا النوع من الرياضة ورياضة التحطيب. فده شيء موروث مش من النهارده، من ايام الفراعنه، تاريخنا متواصل. فلعبه التحطيب او فن التحطيب احنا كاجيال حديثه وارثينه من ايام اجدادنا الفراعنه، ودي الدليل من معبد الكرنك. ولانها حاجه تراثيه تم ادراجها على قائمه التراث العالمي لليونسكو سنه 2016. معنى كده ان شيء عريق ولابد يعني توثيقه عالميا، هو فن التحطيب. ومشهور جدا في صعيد مصر حاجة زي السيرة الهلالية والربابة، اللي يبدأ الراوي يبدأ يحكي الحكاية وماسك الربابة ويبدأ يتكلم ويقول الحكاية بأسلوب جميل وبأسلوب قصصي فيه غناء كده. ده يشتهر بيه أهل الصعيد أيضا، فالسيرة الهلالية والراوي اللي ماسك الربابة وقاعد يعزف بيها ويحكي القصة بأسلوب غنائي، حاجة يشتهر بيها برضو أهل الصعيد. وعشان نحافظ على تراثنا الثقافي اللي هي زي فكرة السيرة الهلالية كتراث ثقافي خاص بأهل الصعيد، تم إنشاء متحف السيرة الهلالية في قنا سنة 2015.
فمتحف السيرة الهلالية في قنا بيعتبر تأكيد وحفاظ على الهوية المصرية وحاجة زي السيرة الهلالية اللي بيشتهر بيها أهل الصعيد. أما بالنسبة لأهلنا في سيناء الحبيبة ليهم برضو تراث ثقافي خاص بيهم، فنلاقي أهلنا في سيناء ليهم تراث ثقافي بيعبر عن هويتهم وبيعبر عن عاداتهم وتقاليدهم واللي هي جزء من الهوية المصرية. فهنلاقي بدو سيناء ليهم عادات وتقاليد خاصة بيهم زي الكرم، وده بيشتهر بيه أهلنا في سيناء، ناس كريمة وبيكرموا أي شخص بيروح لهم، فده من سماتهم أو من خصائصهم. من خصائصهم الاحتفالات، بيحبوا أوي اللي يحتفلوا بأي مناسبة جميلة زي عودة المسافر، واحد جاي من غياب بيعملوا احتفال ويبقى جو مبهج كده واحتفالات، وكمان حفلات الزواج، حفلات المواليد. طيب الاحتفالات بتاعتهم عاملة ازاي؟ فمثلا هنلاقي هيلبسوا الزي التقليدي البدوي الخاص بيهم. احنا مش ملاحظين ان في كل منطقة لازم ارتداء الملابس الخاصة بيهم؟ ده شيء اساسي. هيقيموا حفلات السامر، ودي حفلات وولائم بتتعمل في هذه المناطق مليئة بالرقص والغناء، فيبقى في جو جميل كده فلكلوري خاص بيهم، ملابس خاصة بيهم، اغاني ورقص وولائم طعام، فده خاص باهل سينا. وكمان ما ننساش سباقات الهجن، ودي اللي هي سباقات اللي بتتم عن طريق الابل، فدي سباقات بتحصل في سيناء ودي جاذبه جدا للسياحه وبيشارك فيها كتير من الوفود العربيه. اذا كنا قلنا ان اهل واحد سيوه لغتهم اللغه الامازيغيه، وقلنا ان سكان النوبه لهم اللغه النوبيه واللي اصولها ترجع للغه المصريه القديمه، فنلاقي اهل سينا لغتهم تميل الى اللغه العربيه الفصحى. لفينا اماكن مختلفه من واحد سيوه للنوبه للصعيد ولمدن القناه ورحنا سيناء. التراث المصري، ايه اهميه التراث المصري؟ مجمل التراث المصري بيجذب السياحه وبينشط السياحه عندنا جدا، ان السايح بيستغرب ان كل منطقه ليها سمات خاصه بيها وليها طقوس، فالتراث المصري بينشط السياحه، ده اول اهميه ليه. تاني شيء توفير فرص عمل للشباب، شباب كتير لما طبعا اتنشط السياحه في الاماكن دي، فالعمل في هذه المجالات مصدر لدخل كتير من الشباب، بيوفر فرص عمل وبالتالي هيزود الدخل القومي. في عندي 3 أهميات للتراث الثقافي: تنشيط السياحة، وهيوفر فرص عمل، وزيادة الدخل القومي. هيدخل دخل قومي للبلد وهيوفر فرص عمل عن طريق إقامة المهرجانات والمعارض، عمل عروض فنية ومنتجات تراثية خاصة بكل منطقة، فده بينشط السياحة وبيدخل دخل البلد وبيوفر فرص عمل. وكمان عن طريق المتاحف، حاجة زي متحف مثلا النوبة، فده أماكن تجذب السياح عشان يتفرجوا على التراث الثقافي وعلى المتاحف اللي بتوثق النوع ده من أنواع التراث. والمتاحف دي اللي بتجذب السائح جدا عشان يستمتع بمتابعة هذا النوع من المعروضات اللي بتعبر عن تاريخ عظيم جدا موروث من مئات وآلاف السنين. مش ملاحظين ان احنا كشعب بيحب الاحتفالات قوي وبيحب الجو المبهج ده مش من النهارده، ده من ايام الفراعنه، من ايام اجدادنا الفراعنه، وكان ليهم طقوسهم وليهم اعيادهم الخاصه بيهم، واحنا توارثنا ده جيل ورا التاني، لدرجه ان المصري القديم وثق الكلام ده وسجله على جدران المعابد. فنلاقي ان هم سجلوا ان كان عندهم اعياد كتير زي عيد شم النسيم وعيد راس السنه، وليهم اعياد مرتبطه بالزراعه، عيد البذر والحصاد. فمن الأعياد اللي كانت عند المصري القديم واللي ارتبط بالزراعة عيد بداية السنة، وهو يوم 1 توت، وده أول شهور السنة المصرية القديمة، وده كان عيد رسمي للدولة وتستمر الاحتفالات لمدة كذا يوم. فمثلا في اليوم الأول للعيد ده كان المصري القديم يروح للمعبد عشان يقيم الطقوس والصلوات بتاعته، وياخد معاه الخبز والفطير والكعك. الكحك بتاعنا يعني اللي احنا وارثينه برضه عن اجدادنا الفراعنه، فكان برضه مصر القديم كان ليه كحك العيد وكان ليه الخبز والفطير بياخدوا معاه في المعبد، ده كان المصريين القدماء، ده اول يوم. اما بقيه الايام كانوا بيروحوا المتنزهات، يروحوا للجناين والحدائق والغيطان، فكان بيروحوا الاماكن الخضره الجميله وبياخدوا معاهم المأكولات بتاعتهم. يعني كان بياكلوا ايه؟ زينا بالظبط، بياكلوا البط والوز والسمك، فده اشهر المأكولات اللي كان المصريين القدماء بيتناولوها في اعيادهم. احنا كده انتهينا من درسنا النهارده، ويا رب يكون يعني استفدتوا منه معلومات جديده وشيقه. لو كانت عجبتكم الحلقه ما تبخلوش علينا بالشير ولايك وسبسكرايب، ونتقابل ان شاء الله في درس قادم. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.